نقابل الشباب اللي هم في أعلى قدر أكاديمي متواجد في هذا البلد الطيب. طبعا تمر علينا الآن ذكريات جميلة على قلوبنا وعزيزة وغالية وأليمة على قلوبنا بنفس الوقت. هي العيد الوطني وعيد التحرير، واللي هم يوم 26 و25 فبراير. طبعا لما نتكلم عن هذه التاريخين فاحنا نتكلم عن تاريخ عريق، تاريخ كبير، تاريخ زخم في الأحداث. اليوم الشخصية اللي احنا مقابلينها شخصية أثرت، شخصية كان لها تحرك واضح، لها بصمة من خلال الغزو العراقي الغاشم، وكان لها دور كبير في الغزو، اللي هو المخترع الكويتي سعد شرار العازمي بوناجي. هذا الاسم اللي ارتبط ارتباط وثيق في الغزو العراقي الغاشم، كان له دور واضح بارز، كان له دور كبير، كان له دور يعني اليوم أي واحد منا لو يكتب سعد شرار العازمي في اليوتيوب أو في جوجل أو في أي محرك بحث راح يلقى الكثير من المقالات، راح يلقى الكثير من الفيديوهات، اليوتيوبات، أيا كان من الأمور التوثيقية لهذا البطل، لهذا الشخص، العقلية اللي نسعد كلنا في ما قام به في الغزو العراقي الغاشم. يمكن الكثير من الحاضرين ما حضر فترة الغزو العراقي الغاشم أو كان صغير سن ومو واعي. اليوم نشكر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت أن أتاح الفرصة لأبناء الطلبة أن يلتقي في مثل هذه الشخصيات الوطنية واللي لا أثرت بشكل كبير مثل ما ذكرنا في السابق في فترة الغزو. رحب فيك بوناجي في جامعة الكويت في كلية التربية تحديدا. أنا بيك تمسك المايك. يا هلا مرحبا بالساعة مباركة والله. ساعتك كبرك. بوناجي لما نتكلم عن كونك أول شيء مخترع، نبي نروح حق فترة ما قبل الغزو ونتكلم كونك مخترع الاختراعات اللي سويتها واللي حصلت على صدى كبير من ناحية تقدير الحكومة أو حتى تقدير الشعب الكويتي. كان زمان سنة 82 كنت حرفي صناعي، وحطيت ماكينة أول شيء، يعني أول شغلي حطيت ماكينة شفر على طراد. طلعت فيه بالتلفزيون طبعا اتفيخر فيه انه عشان ما شاء الله صناعة جديدة. نزلت طرادي بالبحر وركب معي ماجد الشطي الله يرحمه، ونزلنا بحر وشاف سرعته سرعة هائلة، يعني 10 دقائق تقريبا اجيب فيلك ما شاء الله. ايوه. وبعدين الظاهر انه يعني مو انذاع بالتلفزيون، شافني الشيخ سالم وزير الدفاع الله يرحمه، واتصل فيني بالبيت، اتصلوا فيني بالبيت قالوا وزير الدفاع يبيك. ما شاء الله أول في تدقيق، الحين لو تصنع شنو ما حد يدري عنه. تطور التكنولوجيا، تطور التكنولوجيا. اي بس عاد وبعدين ان رحت حق الشيخ سالم وزير الدفاع، يوم دريت يعني ما شاء الله يقعدني ويا ضباط ركب كبار، اللي مسؤول عن الدبابات، اللي مسؤول عن طيارات، اللي مسؤول ما شاء الله، وقاعة كبيرة. قال لهم هذا أسمع فيه من زمان وصاحب صنعة، ونحاول إن نشوف الجيش إذا يحتاجه ولا شيء. بعدين اتفقنا على أساس إنه شنو، إنه يبون هم أصنع شيء. بعدين قالوا إيش رأيك نبي شيء جديد غير السيارة أو ماكينة السيارة على شفر، غير عن السيارات الثانية، الشغلات الثانية. قلت لهم طيارة حربية بدون جنود. هذيك الأيام ما شاء الله يعني جاهز، يعني عندي. قالوا لا طيارة حربية وهذه بلد صغيرة وانت عارف يعني مو بلد صناعية، يمكن طيارة حربية صعبة وحتى لو طاحت تصير لنا مشكلة. زين دبابة حربية بدون جنود، أهم الدبابة غالية فلوسها واجد. زين سيارة، قالوا يلا سيارة. قلت خلاص سيارة
سلموني سيارة. راحوا جابوا لي سيارة شفر 76 موديلها، ويبونها سيارة بدون سائق ما فيها. هذه سهلة، هذه بيومين أسوي. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم دقيت عليهم تلفون، ولا أنا قاعد أجربها في سلوى سيارة، أطلعها تمشي قدام بدون سائق. بدون سائق. وديتها حق دوانيات كبار، دوانية جويشري وربعنا اللي أعرفهم. قامت تفتر السيارة حولهم، تشتغل تطفي وترجع قري وتطق ليت وهرن. في واحد من الشباب يقول حديد وتكلم وحديد مشى، الغيامة قربت. وبعدين وديتها وين؟ حق الشيخ سالم وزير الدفاع، وديتها للجيش داخل الجيش. طبعا أول ما وقفتها عند الباب قالوا العسكري قال حق السيارة خف. كان يقول العسكري سيدي هذه سيارة ما فيها أحد. قال خلها تدش، هذه سيارة ساعد شرار معروف، خلها تدش. دشت السيارة داخل، وقفتها في عند المنبرة مال الشيخ سالم وزير الدفاع. طبعا دشيت داخل وقهوني وشاي وقعدة مع الشيخ، وطلعنا عشان نشوف السيارة. دقيتها سلف بالريموت كنترول، دقت سلف وقامت تفتر. طبعا بساحة عودة تفتر، طفي، طق ليت، طق هرنات، وطق ليتات، وكأن إنسان فيها وهي ما فيها أحد. بينها يمكن تقريبا 300-400 متر، مساحة عودة. بعدين طال عمرك قال خلاص ابو ناجي وقفها هني، وباكر الصبح نوديها عند الامير الشيخ جابر الله يرحمه. من باكر وديتها حق الشيخ جابر الامير، وشافها الامير ونزل معاي من تحت. وكان الشيخ صباح ويا العوضي، الدكتور العوضي، ويا مجموعة واقفين مغابين. أنا ويا الأمير الشيخ جابر واقفين، السيارة بيننا. بعدين قال لي خليني شوفها شلون تشتغل. دقت سلف، طبعا افترت، تفتر تمشي. بعدين شجعوها وقاموا يصفقون يشجعونها، هي قامت تطق هرنات طاط يعني كأن فيها أحد ما شاء الله. بعدين سبحان الله يعني الأمير الشيخ جابر أعطاني كتاب تشجيع. من باكر قالوا لي ودها حق الشيخ سعد العبد الله. من بكرة وديتها حق الشيخ سعد العبد الله. طبعا هي تمشي معي بالشارع، إشارة حمراء توقف، خضراء تمشي، واحد يعدي مقابلها توقف، من غيري أنا. فيها سنسر، يعني فيها شغلات عجيبة يدلك على ذلك. إن ما شاء الله الصحفيين من كل صوب، حتى بإنجليزي مصوريني صورة وكلام كله بإنجليزي، حتى جريدة هذا أمريكية جاية بالكويت. المهم ما شاء الله يعني طلعت فيها بنتيجة حلوة. وبعدين وقفت السيارة، طبعا استعملتها استعمال سيارة عادية، وإني أنصب بنزين الحين على الدفاع سيارتي، وكنت مجند تجنيد إلزامي أدش فيها بالجيش داخل. إذا كلمني عسكري أقول هذه مالت الدفاع، شلون تطلعها برا؟ أدش داخل. طيب اني حق فترة الغزو كنت مثل ما ذكرت انا كثير من الحاضرين ما شهد هذه الفترة، وارتبط اسمك ابو ناجي سعد شرار العازمي في الغزو في التفجيرات اللي كانت تصير، لدرجة ان سموك ابو التفخيم. نعم. خلينا نتكلم عن هذه الفترة. أنا طبعا بالأيام هذيك أنا مجند تجنيد إلزامي. طبعا من شغالتي شوي أنا حتى الضباط كلهم يعرفون ليش، إنه ما شاء الله أنا مكانيكي واحد بالمكان. بعدين يعني دش علينا الغزو العراق، يوم دش علينا الغزو الربع الضباط كلهم يعرفوني. وطبعا في طيارين، في كابتن العميد صالح إسحاق،
وفيصل ثويني كلهم رتب هذولا، عيد العيد، ويوسف السعودي وكيل وزارة الداخلية، محمد عقيل المسلم. طبعا سنة وشيعة، قبل ما نعرف سنة وشيعة ولا، قبل اتحادنا واحد، سنة وشيعة، ما عندنا شيء ثاني. والحمد لله تجمعنا في ورشة، وصار الغزو. يوم صار الغزو يعني أنا ما أدري، يعني يوم خميس وكان دوامي بسلاح طيران، دقيت سيارتي سلف ورحت على البحر. يوم دريت الدبابات عراقية راجل، وكل يمكن 20 متر دبابة وجنود، دبابة وجنود. أنا وقفت بسيارتي على البحر، ناديت العسكري عراقي، شنو هذا؟ شو السالفة؟ قالوا عندكم مشاكل. ما عندنا مشاكل. لا، أنتم عندكم مشاكل وأنتم استدعيتونا. يبا لو عندنا مشاكل نحلها، ما عندنا مشاكل. كان يقول له عاد وقف، طفي السيارة. يوم قال لي طفي السيارة قلت لا أنا كني عرفت السالفة. كان دق سيارتي سلف وأشفط وأمشي. انحشت عنه. يوم انحشت عنه ما شاء الله، تعرف أيام يعني ما تدري شنو صاير. أدق على ربعي ما حد يرجع، أروح الجيش ماكو واحد، بس في جنود، من جنود ما أعرفهم، يمكن كانوا عراقيين وأنا ما أعرف، بس ما قبوني ولا شيء. ورديت البيت، وبعدين قعدت بديوانية في سلوى. قالوا أبو ناجي شلون؟ والله ما شوفتكم، يعني لازم نسوي شيء. يعني كل واحد ترك، يعني يوم زاد، يوم قعدوا واستوطنوا العراقيين شهر 8، لا قاموا يذبحون من ربعنا ماجي، يعني صار قتل. يدشون بديوانية يذبحون يمشون، إجرام فيهم. بعدين قلت حق واحد من ربعي شلون الحين ما في أحد تعرفونه نشتغل عليهم؟ قال بلى أنا أعرف مقاومة. قلت علي، قلت يلا. طبعا هو من عيال الجويسري، سالم الجويسري. بعدين رحنا أنا وياه لحقته بالسيارة. يوم لحقته بالسيارة ويوديني عند شباب بسرداب، ولا هذا يوسف السعودي وكيل وزارة الداخلية، محمد عقيل المسلم، علي ماضي، يعني فايز بلال، واجد شباب كلهم عسكرية، كلهم ضباط كبار. وقعدنا وقلنا على أساس أن أنا قلت لهم أنتم شنو تبون؟ اقتروني أنا حاضر. قالوا يلا أبو ناجي نبيك. قلت يلا. طلعنا طبعا في القرين، أخذنا بيت واحد توه مستلمه، بس ما حط فيه شيء، سكننا فيه، حطينا أغراضنا. أنا رحت النادي أنا ويا واحد اسمه حسام السيار. رحت أنا وياه حق النادي العلمي في ريموت كنترول، واجد مال طيارات الشباب اللي يطيرونها قبل غزو بالنادي. أنا أعرف مكان، كان محل بيعه. رحنا طبعا ليش إنه غزو علينا وإحنا محتاجين الشيء هذا، مجبور إني أسوي الشغلة هذه. رحنا كسرنا المحل وأخذنا الريموت كنترول، حطيناه بكرتون وديته لهم حق الربع هنا. قمت شنو، وهام الربع قاموا يجيبوا لي قنابل يدوية وTNT وسفور وصائق وساعات، وحيل قمت أشتغل. أنا أعرف التمديدات من زمان، يعني أعرف التمديد، أعرف أي شيء تمديد أعرف له. بعدين قمت ألقم السيارات وقاموا يجوني، يعني ما شاء الله. في واحد من ربعي اسمه قطيم مطيري، وفي مشعل الوعلان وسعد الوعلان وناصر الوعلان، هذول كل يوم ياخذون مني سيارات واجد، لي ربع واجد، يعني فايز بلال، فيصل ثويني، ابو عبد الله. وهذا ابو عبد الله مكانه بدوار عظام، يعني كل مكان كله يفجر بدوار عظام تفجيرات. والحمد لله يعني قمنا بالواجب
وكل يوم ياخذون حتى شيوخ ما شاء الله معاي، كان الشيخ عذبي والشيخ خالد فهد احمد، وكان معاي فهد سالم العلي. اول تجربه بتفجير، اول تفجير شلون كان؟ وصف لنا الخطه اللي سويتها. اي اول تفجيره كله بريموت كنترول، كانت سيارات من غير سواق. لا اكثر شيء كله بالتايمر. انا اخليه وامد له وايرين واقول له لف الوايرين وانحش. يعني يصفطها واحد ويلف الوايرين، ينحاش عنها ربع ساعه، يقدر يطلع عنها ربع ساعه. اول انفجار صار بجليب الشيوخ بالحساوي اللي وداه قطيم مطيري، ومنهم سيارة ابوي. سيارة ابوي لقبتها اوزموبيل، لقبتها جهزها اخذها قطيم مطيري وداها بجليب الشيوخ تفجر. يقول ابو ناجي شغلك 100%، يلا عطني شغلك زين، يلا كل يوم يجيني يبي سيارتين قطيم. والحمد لله يعني واجد ما شاء الله ربعي يشتغلون في واحد من ربعي بعد اسمه فيصل وقيان، من عياله وقيان، هذا رتبه ضابط للحين ما شاء الله رتبه الحمد لله. اخذ سيارة البيبسي ولقمتها له، وراح باها بيبسي وقام يبيع دوار عظام، وحط السيارة وعلى حسب ما الوايرين اللي مددهم ونكتف دوار عظام جايين من العراق ما يوقفهم الا الدوار. ونسف فيهم نسفة قوية، يمكن 750 قتلى و1000 جرحى لشبطول وانفجار قوي. والمادة هذه أنا ماخذها من كيفان، لا من الروضة. شباب طلعوا لي مال الصواريخ اللي تقط الطيارة هذه اللي قمعها سوداء، هذا أنا اللي مدت له. ما كانت في خطورة انك تتعامل مع المواد وكذي الشغلات هذه؟ بلى في مرة أنا قاعد أمدد وفي واحد يبيني أعلمه، زين قلت أنا أعلمك في صاعق صوتي بس. قال شلون؟ قلت مدت الواير وحطيت الصاعق يم الباتري بريموت كنترول، قلت شوف الواير هذا يحوش هذا يصير انفجار. شوف أنا قاعد يعني خليني منحاس، خلاني منحاس. لا ولا ما نريد نتعلم، خلاص بس قام يجينا يعني ما شاء الله اسمه طارق. صار في تعاون ما بينكم وبين مقاومة في عدة مناطق؟ اي نعم. كان الشيخ عدبي عنده مقاومة بروح، طبعا عدته وذخيرته قاعد يدورها، مو لاقي من اخذها، هو اللي ماخذها انا. كان عذبي، انا ودي اقولها بالتلفزيون عشان يسمعني. هذا عذبي خاش ذخيرته في بيت بالقريب. سبحان الله ان انا كان دوري حراسة، امسك في البيت فوق واطالع عشان العراقيين لا يجون ربع تحت يشتغلون. صدفة المغرب لقيت حركة سيارات دقوا سلف ونحاشوا، نزلت تحت عند واحد من الربع قلت عندك وين السيارة هذه؟ عندنا سيارة اسمها بترول طوالية، من عند السيارة هذه؟ قال عندي شهاب الله يرحمه، شهاب الله يرحمه توفى شهيد. ركب وياي ورحنا حق البيت اللي صار فيه حركة، وانا طالع من فوق هم ما يدرون. تقريبا فتينا البواليع ونلقى ذخيرة كاملة TNT وسي4 وصاعق وساعات وكل شيء تطلب الانفجارات موجود. عشان مات الشيخ عادل انا ما ادري عنه. المهم شلناهم حطيناهم بالسيارة، جبتهم وين الورشة مالتنا مرة ثانية. وبعدين الحمد لله عاد صار اللي صار، وعرف ان احنا اللي ماخذين الاسلحة، وقام يجينا يقول اذا ما اعطيتوني ذخائري ازعل عليك. مو قال حقي، وقال حق واحد اسمه حسن ابو احمد من عيال العبيدي، ما اعطيتوني اسلحتي ترى يصير زعل بيني وبينه. المهم راضيناه يعني.
نقول له خذ سيارات ملغومه وودها انت وردك كيف؟ قام طاوع كم سيارة على كذي لغمتها والسيارات؟ انا تقريبا كل يوم يومين اسوي سياره سيارتين، يعني اشتغل انا اطلع من بيتنا الساعه 9 الصبح، ارد البيت قبل المغرب، يعني اشتغل اسوي. كان يديني من البيبان الباب اذا فكيته في حافه مثل سكين، يديني هذه كلها تصب دم من البيبان، ليش امدد وايرات ويحوشني هذا الشظيه مالت الباب مو في فتحات، هذه مثل السكين هذه، وانا بسرعه. المهم الحمد لله يعني سوينا المجهود اللي قدرنا عليه والحمد لله. وربعي ترى واجد، بس انا نسيت الاسماء. عندنا بعد واحد من ربعي اللي كان يصورنا اسمه موسى درويش، وفي محمد عقيل المسلم، وفي ابو عباس، وفي ما شاء الله ربع يعني فايز بلال، وفي يعني والله انا صارنا فوق 25 سنه. انت انأسرت ابو ناجي؟ اي نعم. كلمنا عن هالفتره هذه. انا اللي صادني اسمه ابو افراح، اللي صادوني كمين بالروضه يوم جابون المشاكل. ابو افراح يقول هذا العسكري العراقي يقول انا صدت ساعة شرار اللي اجازه 60 يوم، قام يرمي وراي والله وعطوه اجازه 60 يوم، وقاموا التحقيق وياي، تحقيق حققوا وياي على اني انا سرحان، اسمي سرحان ذيب العنزي. كان اسمك سعد شرار، قلت له لا اسمي سرحان ذيب العنزي. سبحان الله 6 أيام ضاعت عليهم، مو عارفين ان انا وياهم. المهم قابلوني ويا سبعاء ابراهيم اخو صدام حسين، قالوا لي تعال بندخلك على سبعاء ابراهيم، لازم اذا ما اعترفت ولا شيء يا اعدام يا افراج. هذا سبعاء ابراهيم. سبحان الله دشيت عنده داخل، انا ملقم سياره عشان خالد فهد الاحمد، عشان بيفجر اللجنه الاولمبيه، وصادوها سياره بليزر عشان يفجرون اللجنه الاولمبيه، وصادوها العراق مسكوها. جابوا لها خبراء فكوا الاغراض كلها، شالوا السيرفوات اللي انا مصنعهم اللي بريموت كنترول، فكوهم، اعطوهم سبعاء ابراهيم اخو صدام حسين، قال ترى هذا اللي مسوي الشغله هذه ترى عبره، سياره بدون سايق بليزر كبيره يبونها 9 درج عشان فجر اللي داخل. بعدين سبعاء ابراهيم الاغراض هذه كانت عنده، دشيت عنده داخل ادري هو عارفني عدل، يمكن تحقيقهم يقولون لهم لا تطقون الحين، كنا يقول. دشيت عنده داخل كان يقول لي شو اسمك؟ اسمي سرحان ذيب العنزي. قال لي الحين هذا اسمي. قال لا اسمك انت سعد شرار ابو ناجي. تبي علمك؟ هو سحب الجرار اللي تحت، انا عبالي مسدس والله العظيم عبالي مسدس، كان يشيل السيرفوات اللي ببليزر فاكرهم عنده، كان يشيلهم ويوريني اياهم. قال هذا من شغله؟ هذا شغل. الحين شو اسمك؟ اسمي سعد شرار. اعترفت، مو هذا عارف شغلي عدل، ويقول لي عدم بسرعه. قال ليش اعترفت عندي؟ ليش ان انت عارف شغلي اللي بيدي، اشتغلت بيدي عارفه. قال لحظه، ينادي الجنود اللي في اليوم يسبقوني 6 أيام، طق تعذيب كهرباء، الحمد لله وانا اتحمل الحمد لله. نادام يوم نادام كان يقول له 6 أيام معطيني علشان ما عرفتوا اسمه، ما يقول اسمه، شو اسمه؟ سعد شرار. المحققين هذول واحد طلع الثاني، يا سيدي والله تكسرت ايدينا واحنا نطق.
المهم هزأهم زين وقال لهم يلا امشي امشي امشي. وبعدين سبحان الله خلاني بغرفة مقابيله وحط لي تلفزيون وفرش لي الغرفة المفروشة في فراش وريموت كنترول، ريحنا يعني. وحط عندي عسكري، قال حق العسكري اي شيء يريده هذا، شيش كباب اي شيء جيبه. قال حاضر فيه. انا سويت وانا قاعد داود العروج اللي شفت صورته هو هذا يسوي لهم شاي، ما يسوي لنا احنا اسرع، احنا يسوي حق الضباط شاي، يوديهم شاي ويجيب لهم شاي. انا اقول له داود اطالع من الفتحه جيب شاي داود. شاي يقول خاف يشوفوني، جيب شاي ما حد يشوفك، بياله واحده جيب. المهم يوم حط بياله مسكين عند الباب كان يشوفها ضابط، كان يضربونه يا ليت النجاح. انا استدعيته امس قلت له تعال داود انا سويته وتصرف. المهم ما شاء الله زين. المهم ان شافوه كان يطقونه، والله طقوه طق والله يمكن دمان صب دمان منه، يسحبوه سحب زين. واشوف انا مر يمي اكلها مسكين والله. المهم للحين ادز له شاي او اقول يصب على شاي ادز له اقول له تذكر شاي والله للحين والله. زين مسكين هو من يعني شاف طق مني انا بسبايله. وبعدين ثاني يوم قلت حق العسكري اليوم اللي حاطه هذا 47 ابي هذا يجي داخل خليه يسولف معه. المهم ناديت واحد ثاني ابي عشان يسولف معاهم، وقمنا نسولف يعني دخلتهم عندي ليش ان هذا سبع ابراهيم يقول حق العسكري اي شيء يريده سوى نفذ. انا ناديت ربعي قمت اسولف وياهم. المهم ان سبع ابراهيم جانا بالليل الساعه 2 بالليل سكران لابس درنج صوت، تعرفوا يمشون وراه 15 20 ضابط كان يدش ياخذ. قال احنا قاعدين 4 5 قاعدين مع بعض، يوم دش كان نوقف. قال وين سعد شراب؟ هو سكران. ربعي اللي انا قايل لهم تعالوا كلهم اشروا علي. هذا سعد والله كان يصير بينهم بالنص يطقني بوكس على بطني والله طاير ما شاء الله. بعدين أعوذ بالله من الرجيم. المهم قال حق الضباط اعطوني كلاش الحين احرقه. قال لا سيدي انت تريده هذا مهم تريده. قال ها نسيت. المهم راح اي والله ولا ناوي. بعدين راح قام يطق وصايح برا ويرمي ما شلون. راحت الحمد لله راحت عنه الحمد لله. بعدين تمينا ايام بعدين صار تحقيق بيني وبين واحد اسمه محمد عقيل المسلم، هذا رفيجي وصادوا احمد ابو احمد حسن العبيدي، وصادوا طارق العبيدي، صادوا 2 صادين. قال ابو نادي الحين انت من حزبنا مش انك اعترفت لنا واحنا نبيك هنا، الحين بنوديك بغداد ونعطيك رتبه ونعطيك كل شيء خلاص، والكويت مو راجعه زين. ولكن في 2 هذولا نبي نطالع، هذولا جايه واسطه من برا علشان يعني جايبين تلفزيونات ورواد عشان يمكن نطلعهم يمكن ما نطلعهم، بس نبيك تشوفهم. تعرفهم ولا لا؟ اي تعرفهم ولا لا؟ هم معطيني ظهر طال عمرك خليه يلفون. يوم لفوا ولا هذول ربعي انا، هذول 2 واحد اسمه طارق واحد اسمه نواف من اهل الروضه
طارق ونواف اخوان، واحد يلعب كرة سلة، واحد يسوق عسكري ويسوق سواقته زينة، الجيب جوزته. هذول الناس اعطيهم قنابل يدوية اشياء، اعطيه كيس يعني قبل لا نصعد كنت انا اعطيه كيس قنبلة يدوية. اللاعب كرة سلة هذا يفتش القنبلة وهم ماشيين يحدثون يسوونها وين؟ على الكاربي يساعد جباري حيل يعني يسوون شغل عدل زين. ما حد صادم بس استخبارات شكوا فيه وجو عندي زين. كانوا يقولوا لي هذول تعرفهم؟ قال والله هذول ما اعرف، هذول ما اعرف. قال لا عاد يلا طلعوهم يوم طلعوهم راحوا لاهلهم زين. انا ودوني سجن بغريب، سجن بغريب هناك سوالفنا سوالف قويه. بس يوم جيت الكويت بعد التحرير شلون طلعوك؟ طلعوني صليب الاحمر، جانا صليب الاحمر طلع سبت شخصين، يمكن شخصين سبت شخصين. محمد عقيل مسلم يعرف 7 لغات، فرنسيين مروا عسكريين ورا السجن كلمهم قالوا احنا مساجين كويتيين، يمكن من هذا. وفي واحد اسمه عبد اللطيف الرزيحان، عبد اللطيف الرزيحان هو الحين كنا مدير شؤون الأسرة، يمكن أنا قعدت معاه، يمكن العيال يعرفونه، عنده قهوة فيه زين. هذا قطوه معاي، أنا انفرادي بس هذا جابوه معاي. يوم جابوه معاي بالليل يتحلم، هاي اللي يخلينا ننام، يتحلم وصايح ويطلق ما ادري شنو فيه. المهم طلعوه قالوا له اطلع انت في جزيران ما ادري شنو فيه. المهم طلعوه. يوم طلع التحق مع الامريكان وقال حق الامريكان ترى في اسرى. يعني يا من هذا محمد عقيل مسلم كلم الفرنسيين، او من عبد اللطيف الرزيحان اللي راح كلم العسكريين وقال ترى في اسرى سجن بغريب داخل حول 130 شخص. الحمد لله طلعونا، يعني طلعنا. عاد يوم طلعنا وجيت البيت نواف وطارق هذول اللي يعطون قنابل يدويه يجوني للبيت يرمون بكرات وبعدين ساعة قرار لا هلا يلمون. والله ابو ناجي لو ما قلت لنا ما اعرفهم، لو قال اعرفهم شرحنا فيها. لا مو من الحمد لله والله للحين ما شفتهم انا، بس اشوفهم دقيت على واحد منهم تليفون اسولف معه اقول له تذكر، يقول والله ابو ناجي رايك كيف راحت له ولا كان رحنا فيها ورا الشمس. دفنت دبابه بالغزو، تكلمنا عن القصه هذه. في مدرعه حجزتها بعد التحرير، يعني يوم صار تحرير الكويت حجزتها، حطيتها وين عندنا جافور بالصليبيه، دقيتها سلك وشغلتها ودخلتها داخل في الجافور نظيفه ما فيها شيء، حتى بات يمكن شحنتها بس. وانا حرفي كل شيء استعمله، كل شيء. لو الدبابه مدرعه بس جنزير، لو تقولي خلها تمشي بروح اقدر اسويها بسرعه سهاله يعني. اي بعدين عاد كل يوم انا اجي اشتغل فيها. وهذا في واحد يمر يوم الجافور يطالع الدبابه، كان ادق سيارتي شفت كان الحقه ايش عندك تمر؟ قال والله حسبالي عراق ردت. بعد التحرير حسبالي عراق ردت. حاجزين الجافور. قلت لا هذا حقي انا حقي. واجد يعني ما شاء الله. دفنتها عقب؟ ها؟ دفنتها ولا سويت فيها؟ اي شنك سامع عنها؟ نبي القصة كاملة. اي انا جبت تراكتر، في تراكترات هناك، حفرت حفرة كبيرة سحبت التراكتر ونزلت داخل دفنت صارت مدفونة. سويت كتاب حق الجيش كنا نسويها محراث زرع، ما وافقوا، قال وينها؟ موجودة. طلع وياي ضابط مطير نجمة واحدة ما شاء الله، قال وين المدرعة؟ قلت يا اخي على طريق شبت واجد طايحات يمينك ويسارك، اي واحدة تنقى خذها. قال ها بس هذا قال مو خاشها بالبيت؟ قلت لا
كان موجودة بالشارع. المهم راحوا خذوا اللي بالشارع طريق كبد هذا قبل مطشرين، راحوا خذوهم. اللي عندي الجحور مالي انا كبرته كيربي صراحة، جبت اكسجين، قصصت اكسجين، ماكينتها للحين عندي الماكينة مالتي، تعالي اي يوم اوريك اياها. ما شاء الله للحين محتفظين. اي ماكينة بس الماكينة. الماكينة والباقي؟ لا الباقي كله قصصته حديد وبعد. زين. اي ليش ما علمت الجيش عليه؟ واجد مو كان اكثر منها، ما يمكن مليون دبابة طايحات حوالي ما خذوهم بعد. قصة بعد مع فلسطيني كنا. اي فلسطيني انا رايح اشتري ما شاء الله اغراض حق خالد وعبد الله. زي كانوا صغار واشتريهم حليب. هذا بالغزو الحين. اي بالغزو كانوا صغار واشتريهم تعرف حليب مع حليب. يوم دريت الفلسطيني يقول لي اي قلت له في عصير كبر هالبطل هذا سنكوت مكتوب عليه سنكوت. قلت له كم هذا العصير؟ قال هذا 50 دينار عراقي. قلت له والله غالي، عراقي ما يقدر يشتري. قال لا عاد شوف جيب حله يعني يهيني هذا بلدي، شلون تقول لي الكلام هذا؟ وانت فلسطيني عادي، جيب حله وسكر وماي واشرب بلاش هذا. اي كان اقول حق معي المدام معزبه يلا ما فيها قاعده يلا اروح وقطها البيت واروح حق الربع قلت لهم ابي سياره ملغومه. والله واحد يهينك ببلدك ما يصير. مو تذبح عادي يا بناتي. ايش اسوي لهم؟ والله هم سووا ازيد ترى، علموا على ضباطنا، علموا على كل شيء. اخذت السيارة. ها؟ اي اخذت سيارة ستروين سوداء كان احطها ورا. شافني وانا نازل قلت حلة مية؟ قال اي والله حلة مية. شربت؟ قلت اي شربت. كان اطلع. والغمارة مالت الغطا مال السيارة يلولح فوق العمارات. اسلوب عراقية سموني مجرم حرب عراقية. ليش عرفوا سوالفي. في كتاب صدام وقع عليه باسمك. اي نعم. شو القصة هذه؟ والله انا نسيت ترى ما جبته، انا هذا الوحيد اللي انا ما جبته والله، واللي انا شفته ما هقيت يعني انه اهتمامه. قصة هذا الكتاب شنو؟ ها؟ قصة الكتاب هذا. محتوى الكتاب. الكتاب هذا؟ لا كتاب اللي وقع عليه صدام. هذا دز تقريبا دز جنود عسكريين استخبارات، ونشر الكتاب هذا ان العثور على سعد شراب. بس يعني في الكتاب هذا هو موجود عند واحد من ربعي، واليوم بعد كنت احاول انه يجي اسمه مسعود مطيري، الكتاب عنده وعندي انا نسخه منه. بس انه شنو التعليمات من حق الاستخبارات ان العثور على سعد شراب، حتى معطينا لمحاتي انه يشوف شفر بواحد ابيض وكذا من الكلام. اليوم بعد مرور اكثر من 28 سنة بناجي على الغزو، نبي نطلع مجموعة كلمات منك لعيالك وبناتك اللي موجودين في الجامعة، وشنو تحثهم عليه؟ والله يعني والله انا اقول العلم زين ما شاء الله. يعني شوف انا ثالثة متوسط بس التدريب المهني، وطحت على كتاب ما شاء الله. الكتاب هذا مكتوب فيه احلم تجد. هذا الكتاب هذا احلم تجد، وكل دائرة الكترونية داخل، باللمس فيه، بالصوت فيه، بالكلام فيه. انا صنعت سيارة اكلمها بالكلام، سيارتي الخاصة ترانزام حمراء، افتح الليل، نزل الجامع، تشتغل اذا جيت، اذا رحت عنها تطفي. هذه موجودة هنا لها اللي بيحب يشوفها يشوفها. وهذا الكتاب هذا كله عن بلاوي مشاكل تعذيب العراقيين. بعد فترة اللي عشتوها بالغزو، شو تقول لهم؟ شنو النصيحة اللي تقول لهم اياها بعد الفترة هذه ال7 شهور اللي مرت عليكم؟
شو النصيحة اللي والله انتم ذقتوا يعني المر في ذيك اي الايام؟ والله النصيحة أنا ودي يعني مثل ما تقول التجنيد الزامي أهم شيء، ودي إن التجنيد الزامي يا ليت إنه يعني غير وغيره يسمع. ودي التجنيد الزامي يدربونهم على الأسلحة، على القنابل اليدوية، يدربون تدريب عسكري صح. ليش إنه مجند، أنا مجند كافيت البلد الحمد لله، ربعي اشتغلوا معي ضباط رتب كبار مسؤوليني، اشوفهم بالغزو يقول لي ابو ناجي اعطني سياره ملغومه، اقول له اعطني ذخيره اعطيك سياره ملغومه، يعني ما ابادله. وانا كنت مجند ما شاء الله. وبحبهم لوطنهم. اي وحبهم وطنهم، يعني الواحد مهما كان بلدنا مطموع فيها سبحان الله، كل طامع فيها والسياسه فيها كثره. المهم ان يعني انا يعني لو قالوا تجنيد ما تجنيد، تجنيد واحد يدش رغبة مو قاسي يعني أو مقصود، لا ودك إنه يعني الواحد يجي إنه يحب إنه يركب المدرعة يشوف كلاش يرمي. طبعا ما شاء الله في بعض الشباب يحب الرمي، يعني وده إنه يرمي، يعني إذا أعطوا كلاش أو مسدس. أنا مرة من المرات عراقي صار عندهم تنظيف أسلحة، هو ماخذ ام بي 5 في رشيش صغير مال ضباط مال الكويت، فكه زين. يوم فك الرشاش ما عرف يجمعه، اخذ لوحه وداها حق منو؟ حق محمود الدوسي اللي هو قال انا فككت سلاح ما عرف اجمعه. كان يأشر علي انا محمود يأشر علي انا، يقول هذا يجمع جده خلي عراقي يلف علي انا وجابه وحط اياه. انا اخذته جمعته شفت قال ولد انت عارف انت مشكله انت تعرف كل شيء. احنا استمتعنا جدا للامانه ابو ناجي سعد شرار العازمي في الحوار معاك. رديتنا لايام جميله وذكريات أليمة نتمنى من الكل انه يعتبر منها، ونتمنى ان الله يحفظ هذا البلد امن مستقر ان شاء الله، بعيدا كل ما يدور حولنا من بس انا ابي شغله واحده بالانتخابات، ديروا بالكم دوروا الانسان الصح. ترى والله في ناس داشين على طمع على شيء، تلقاه شغلته ان مثل ما انا ما اقدر يعني اني انا اقول والله هذا اللي كسر الاحسن، والله هذا اللي كسر قلبنا. يعني طالع ماكو وظايف حق الشباب، في اشياء مهمله، في يجيبون يوافد ويشغلونه قبل الكويتي، هذا ما يصير. احنا نشكرك جزيل الشكر سعد شرار العازمي على تواجدك، يعطيك الف عافيه. شكرا للقائمين على هذه الندوه، يعطيهم الف عافيه. يشكركم مره ثانيه على حسن الاستماع وشكرا. حياكم الله، حياكم.